خلاص هاخد. خلاص حبيته اهو. بحبك مش من قلبك، لا كده مش من قلبك. بحبك. قالت لك ايه بقى؟ لو المزاج عندك عطلان خد لك بق من اصلان. يعني طب انا مبدئيا اول مره اعرف ان المزاج بيعطل. انا طول عمري اعرف المزاج بيتعكنن، المزاج بيتعكر، انما المزاج بيعطل دي جديده. ولو قصدك عشان تظبط القافيه مع اسم العصير بتاعك فما تقولش عطلان، ممكن تقول خد لك بق من اصلان لو قاعد قرفان طهقان حران عشان تبقى حاجه لايقه مع العصير. انما عطلان دي تقولها لما تبقى معبي في علب العصير بتاعك بنزين 90. هو المفروض اصلا انت تخلي اعلانك واقعي، حاجه كده في حياتنا، مش تجيب لي ريفرنس اجنبي وتجيب لي الفنانه 20 وهي بتقول خد لك بق من اصلان. لازم تعمل حاجه ريليتد بالمصريين، ليها علاقه بالمصريين علشان يعلم معاك. يعني مثلا تجيب اتنين بيتخانقوا، واحد بيقول للتاني ما تخلينيش افطر عليك، فالتاني يقول له ده انا اللي هفطر عليك في رمضان. هوب تدخل شيرين وتقول له ليه تفطر على شتيمه في رمضان؟ اتقل ده فاضل ساعه على الاذان. اللي فيكو هيبطل طولة اللسان، ليه علبة عصير هدية من اصلان. واخد لك بق سيطر على البق. خلي فيه لاعلانك قصه، مش مجرد اعلان لا 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 لا. وكمان ده نان 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 نان. الاعلانات اللي بتنجح معانا نوعين، يا قصه يا مناظر. انا ما تعمل لي اعلان لا قصه ولا مناظر، وحتى المناظر اللي فيها مقلبينها من الاجانب، لا كده ازعل. طق. قلبك يدق دق دق من اصلان. ايه بقى اللي قلبك يدق من اصلان؟ يعني انا لو شربت عصير اصلان وحسيت بضربات قلبي اللي بيدق دق دق دق، ما دي كده اعراض تسمم. يعني هل دي حمله مضاده لعصير اصلان ولا ايه؟ يا فهموني معلش. يا بيبي هو ايه التقل ده حبيبي؟ مفيش عصير تقيل كده؟ يعني طبعا الجملتين دول تحس ان هم برضو حمله مضاده لعصير اصلان، اللي هو ايه التقل ده يا باي؟ ده ما فيش عصير تقيل كده اصلان لو دقته هتتاكد انك ما كنتش بتشرب عصير قبل كده. قبل اصلا شكلك ما شربتش يوم عصير. انا بقى ما بحبش في الاعلانات جو الصناعيه ده، زي كل صناعي يجيب ويطلع العيب في شغل غيره ويعمل نفسه هو اللي فلوطه والباقي حمير. خلاص بقى نروح نولع في شركات العصير ونشمع محلات عصير القصب عشان اصلان نازل بتقول وما فيش عصير غير اصلان، والباقي زيوت مهدرجه مش عصير. ليه؟ لان ما فيش غير اصلان عصير، وما فيش ثلاجه غير يونيون اير، وما فيش بوتاجاز غير يونيون اير. لا بقى في ثلاجه غير يونيون اير، وفي غساله غير يونيون اير، في ايديال وفي كريازي وفي فريش اللي بتعمل كل سنه اعلانات فريش وفرافيش. استنى ايوه احنا فريش وفرافيش، احنا فريش نحب نعيش. شفت الاعلانات؟ اقول لك احنا فريش وفرافيش، احنا فريش نحب نعيش. اتكلموا عن نفسهم، عن منتجهم، ما شوهوش منتج غيرهم. دول بقى لو زيكم عايزين يشوهوا منتج غيرهم كان قال لك احنا فريش وفرافيش، احنا فريش وغيرنا مفيش. جو اغاني مهرجانات ده ما ياكلش في الاعلانات، اللي هو سندال يا زميلي لوحدي حمله والكل اخصامي جزمه وما لهمش لازمه، ده ما ينفعش في الاعلانات. ما ايه بقى اللي حضرتك عامله ده؟ يعني معروفه، بعمل اعلان عن ثلاجه وبوتاجاز، بجيب ثلاجه اقول سقاها، واجيب بوتاجاز اقول سخنها. ما علينا، احنا اتفقنا ان الاعلان الحلو بيبقى يا قصه يا مناظر. هما في الاعلان ده ما اهتموش بالمناظر واهتموا بالقصه. القصه بتقول ايه بقى؟ الفنانه نور واقفه بتشتغل في اللوكيشن بتاعها وبتقول انا بجد احترت اسقعها ولا اسخنها؟ فبترد عليها التلجه وتقول لها سقعها. والشعله بتقول لها سخنها. المخرج بقى واقف في اللوكيشن وبيعجبه كوميديا سبيس تون دي وبيقول كات هايل. ما علينا من كل ده، الحته اللي مش مستوعبها بقى هي ايه؟ ان مندوب من يونيون اير وصل ومعاه ثلاجه الاستاذه نور وبيقول لها استاذه نور الثلاجه والبوتاجاز وصلوا. ايوه مش فاهم يعني استاذه نور طالبه اوردر ثلاجه وبوتاجاز، يقولها ليه على الشغل؟ هي طالبه اوردر من ماكدونالدز؟ يعني لو طالب اوردر ثلاجه وبوتاجاز هلاقيهم محطوطين في الميتنج روم عندي في الشغل. ما علينا. لا والثلاجه وصلت اللوكيشن من غير الكرتونه، ما اعرفش ازاي، والمخرج شاف الثلاجه وعادي جدا خد الموضوع بهزار وعادي. خلاص يا جماعه العزومه النهارده عند استاذه نور وكده. بتبتدي طبعا نور بمساعده محمد شاهين ورانا رئيس انهم يجهزوا للعزومه دي، وبتقول لهم في الاول في فرارجي هنعدي عليه. بيروحوا للفرارجي يلاقوه في كباريه. اوزن يا باشا كام كيلو ما تعدش. اخلص بقى وانجز ما تلوكش، انجز ما تلوكش. ما يلوكش ايه؟ هو انتوا اديتوا له فرصه اساسا ان هو يفتح بقه؟ ده الراجل جه يتكلم قلت له ما يلوكش. برضه لو عايزين عشان تظبطوها مع القافيه كانت ممكن تقول له اوزن يا باشا كام كيلو ما تعدش، وانت تقول له اخلص بقى وانجز ما تنقش. ارميها تزيد تعمل تش خدي عرف تلاقيها بر ايه اللي تش بر بق. هو ده كلام جديد نازل السوق؟ سوق خليته بق يعلق. اسمها بعدها بتقول طقطق. يا على مميزات التحفه المنتجات يونيون اير. فين انت تلاقي فرن بيعمل طقطق، وفريزر الازاز فيه بتعمل تشيك، وبوتاجاز بيخلي الزيت يعمل تش، وثلاجه الاكل فيها بيعمل بر. ده ايه المميزات التحفه دي؟ تشيك وتش وبر. ها في مميزات تانية تبهرني ولا خلاص كده؟ تلاجة بتنور بشياكة واسعة. لا ما تهزروش يا جماعه، الثلاجه بتنور؟ لا معقوله دي؟ انا مش مصدق. لا ما اصل مش معقوله الثلاجه بتنور اول ما بتفتح باب الثلاجه؟ لا ده سحر ده، ولسه ياما هيخترعوا. في مميزات تاني؟ شيك وتلخص. بصوا حتى رياكشن الفنان محمد شاهين وهو بيقول الجمله تحس ان هو مش مقتنع بالكلام، اللي هو شيك وتلخص، اللي هو تحس ان هو بيقول لخص بقى خلينا نخلص الاعلان، ملعون ابو اللقمه المتغمسه بالذل والهوان. بعد كده الفويس اوفر بيقول، نسمع كده. يونيون اير الرائد الاول في تطوير البوتاجازات في مصر، بكنترول تايمر لشعلات السطح والفرن، بحوامل ظهر واكبر عيون سباح في الايطاليه.
ومؤبد حسن شعلات السطح والفرن والشوايه. هل بقى في اي مميزات من دي اتقالت في الاعلان؟ لا خالص، قاعد طول الاعلان تسقعها وتسخنها ونسيت تقول كل المميزات الاساسيه اساسا. اهم وصلوا. يا رب يكون اللي وصلوا دول البوليس عشان يقبضوا عليكم ويريحونا من كل الهبد والهبيده. البو بو بو تش 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 بر بر بر.